السلام عليكم. اليوم اختي جيت نشارك معكم هاد الجليسه تحت الطلب ديال واحد الاخت، وبزاف منكم اللي كيسولوني كيفاش قاديت هاد الجليسه هادي. يعني هاد الضوايه كيفاش تقادات، وبالاخص واحد السيده قالت لي رانا واقع عليها. عافاك الا ما صوريها من الفوق ان شاء الله. حبيبه ديالي غادي نصور لك كلشي، وغنعطيك بعض التفاصيل اللي ما توقعيش كاع في الاغلاط اللي وقعوا فيهم كاع البنات اللي بارطاجاو معايا الجليسه بعد ما صايبوها. ها انت اختي شوف، هاد البلاصه كما كتشوفي كانت الكويزينه ديالي، وهنايا كان باب. يعني هذيك البلاصه الحيط كامل اللي كتشوفي تما راه كان حيط، وكان واحد السريجم، وكان الباب هنايا، وكان لاكور كان غامق ليا الدنيا، ما كانش نستافد منه في مره حيت كان الحيط وديما البويب مسدود، وراك عارفه السريجم ما كيدخلش التهويه كامله. يعني هذا يعني ما كضربش هي الضو كامل في الدار. وملي درت اختي هاد الضوايه بالعكس استفدت منها. غير هي نصيحه لكم، عندكم ديروا الضاله ما تضاليوش، راه غادي تخلق لكم الدار كامله. بالنسبه لي انا والله العظيم الا نفوها الدار كامله. راه كاين البنات اللي كانوا شافوها شحال هادي عندي وبارطاجاو معايا الضوايه، راه ما نعاودش لكم اختي شحال الماء هابط عليهم. انا لهذه المده اختي والله العظيم الا 5 سنين الحمد لله عمري ما عانيت في شي مشكل، ولا عانيت حتى مع الجيران كيهبط عليهم الماء. راك عارفه اذا كان المشكل عند الجيران راه اكثر من اللي عندك نتيا. ونبدا معك اختي التفاصيل. بسم الله. هنا اختي كان عندي الحويط، هذا القوس ما كانش، كان الحيط شاد من القنت حتى للقنت. يعني كان هنا كان واحد البويب، وهنا سريجم كما قلت لك. هنا هبطنا هذاك الحيط اللي كان ما تحيدش، يعني ما تطرماش. هنا كانت واحد الدريجه، هاد البلاصه كانت فيها واحد الدريجه. هذاك الحيط اللي طاح كامل من هنا هبط لهذيك البلاصه، وتواطات الارض كما كتشوفي، يعني ولات مواطيه. وقبل ما نكمل البنات كيقولوا لي على هاد الصالامونجي علاش ما تحيديهاش وديري واحد الطويب. لا، راه هذيك الفكره هي اللي كانت عندي وهي اللي كنت دايره. ولكن عارفه ملي كيتزادوا معاك الوليدات ما كتبقاش الفكره بوحديتك. يعني كتشوفي الاغلبيه الوليدات كيفاش يكونوا مرتاحين متعقين على هذه النقطه. انا والله ما كرهت نحيدها، ولكن راه نافعاني. يعني الوليدات ملي كيكونوا جالسين في بلاصه وكياكلوا، يعني جالسين في الكرسيات ديالهم بالاخص هما صافي ولفوا. يعني راك عارفه المدرسه النهار كامل مساكن في المدرسه، ملي كيجيو ما كيعرفوش يجلسوا عاديين بحالنا بحالهم، ضروري الكريسي كيكونوا مجموعين. ونزيدك الحبيبه ديالي، حتى ملي كيكون عندهم شي تمرين ولا شي حاجه كتكون اختكم ليا في لافابو، ورا انا راده معاهم البال. فهمتيني اختي؟ ايوا نبقى معاكم في الموضوع. كما قلت لك، هانتي الضوايه كامله دايره بالسريجمات، هانتي شفتيها؟ هانتي كامله. وهذوك السريجمات ديالها الحبيبه ديالي راه كلهم يعني كلهم الالومنيوم، الا هذاك الخط اللي بحال الزائد اللي في الضوايه الا. هذيك البلاصه اختي دايرين ليها هذاك الحديد، داوه لواحد المصنع، وهذاك المصنع كيديروا واحد الماده كيقولوا لها الكونفيلازيو. ما حفظت هذه الكلمه غير بزاف البنات، باش ما يبقاش يصدي. يعني واحد السيده ملي صيفطتها ليا كلها مصديه. يعني حتى السريج ما انت الا بغيتي ديرهم بالحديد عادي ويطلعوا لك انت خاصين، يعني ما تضيعيش الثمن بزاف في الالومنيوم، غادي ديري لهم هذيك الماده. معكم ومطلعه راسي عتخفت. ياك اختي قلت لك هذاك السريجمات كاملين دايرين بالالومنيوم الا هذيك اللي بالحديد العادي. وبالنسبه للسريجمات الزاج اللي فيهم داير فيهم اختي تا هما الزاج عادي، ولكن هذيك اللي فوق في الضوايه الا البنات فيها واحد الزاج، فيها واحد السليكات. الله يسر لا قدر الله لا طاحت شي حاجه، يعني ما غيطيش عليك نتيا الزاج. والماء فين كيكون وفين كيهبط، الميل جاي من هنا اختي حتى اللن. هذا هو القادوس ديالو، شفتيه؟ يعني هذا القادوس كيهبط منه الماء. يعني انت اللي ما غاديش يزعم الا ما قلتهاش لك ما غاديش تعرفي فين كاين القادوس. حيت كاين واحد القادوس اللي دخل تما ديال الميكا وضربوا ليه المرطوب وعاود درنا عليه الصباعه وما بقاش كيبان الماء فين كيمشي، كيهبط نيشان لهاد البلايصه هذه كما كتشوفي. وبالاخص واحد السيده دارت الضوايه، وهذا الزاج اللي كتشوفي كامل يعني داروه ليها. ما كاينش البلاصه ديال القبص، ما كايناش هذيك البلاصه ديال القبص البنات. راه زادوا واحد البريكات يعني طوبات تما باش ولا فين غيحطوا هذيك الزاجه هذيك الضوايه. راه كاين لي سباط، راه ملي غادي نطلع غادي تشوفوا كامل هذاك الشيء يعني اللي هضرت لكم عليه. ها انت اختي شوفي من الفوق كيفاش دايره. ها انت يعني راها مهويه ومفوهه. بالنسبه اختي راه ما عاودش لك شحال زوينه في الجلسه ديالها. وبالنسبه للشميشه من طبيعه الحال البنات قلت لكم السميشه يعني كتدخل. هذه البنات هي هذا هو الحويط كامل اللي كان شفتيه. كان هنا كان الحيط يعني من راس حتى الراس. بلاتي نوريك؟ ها انت اختي الحبيبه هذا هو الحيط، يعني كان كله هذه البلاصه حيط. يعني حنايا ملي زيدنا نحيدوه كما قلت لك ما تسماش داك الحويط كاع هو اللي عاونا باش هبطناها، باش درنا هذا، باش ولات الارض كتبان لك انت مسطحه اختي الحبيبه. نتمنى تكوني فهمتيني، ولا كان شي تساؤلات عفوا مرحبا والف مرحبا اختي. راه كما كتشوفي يعني كون كان تيدخل ليها الماء الله يستر الله يحفظ، راك عارفه الضوء مع الماء ما كيتقابلوش. وهانتي هذه هي الكويزينه، وهذا هو لاكور اختي. يعني طلقتهم كانوا مفصولين شحال هذه. وراه الكويزينه كما قلت لكم راه كانت عندي في الحميمر وبدلتها في البيض. ما كاينه البنات ما احسن في الكوزينه في البيض، دغيا كيتمسح كيبان قيبان كيشعل، يعني انت ما عندكش مشكله كاع فيه. الالوان الاخرين اختي الحبيبه
كاع النهار وأنتِ تمسحي. البنات غادي تردوا البال، هذيك البلاصه راه عندي فيها لافيسيل والماكينه ديال الحويجات ياك، الماكينه ديال المعينات والماكينه ديال الحوايج. علاش البنات ما دايراهمش تحت من البوطاجي؟ عرفتوش علاش؟ راه قلت لكم في الفيديوهات عييت نحاول انني نديرهم، ولكن اختكم البوطاجي عندها قصير، ما غاديش يهز ليا. يعني راه حيدني على الكركاس ديالها وما بغاش تخشى. هذا هو الغلط اللي كاين في هذه الكوزينه، هذا ما كان. والطويبله راه ما نقدرش نستغني عليها البنات، نتوما راكم عارفين ملي كيكونوا الوليدات ما كيبقاش الرأي رأيك. وبالنسبة للشميشة يعني في الصيف البنات يعني كتدخل، يعني كتكون هنا هاد البلاصة كتكون فيها الحرارة، ما تقدريش تجلسي فيها. هذاك الشيء علاش نفعتني حتى الطويبلة. ولكن راه مع هذيك جويه ثلاثة ونص جلسي فيها، راه ما نعاودش شحال كتكون مبردة ومفوها. أما الشتا راه حنا ما كنعاودوش عليها، على داك الصوت الزوين شحال فيها. ودابا راه غادي نطلع معكم الفوق باش نزيد نشرح لكم كيفاش اختي دايره. ها انت يا اختي. ودرنا فيها اختي التلفيزه، يعني جلسه فيها نزاهه وزوينه. راه اللي جا عندي ما كيبغيش ينوض ليا كاع من هاد البلايصه كاع مره، نساو سيدي الصالون. ودابا اختي حنا طلعنا الفوق، غير ردي بالك معايا باش تفهميني عفوا كيفاش كنشرح لك. بالنسبه لهاد الكولا هادي البنات علاش دايرينها تما باش ما كيتسربش الماء، يعني ما كتدخلش، يعني بن هادوك الفجوات، يعني ديك الشقيقات ما كتبقاش تدخل الشتا. وبالنسبه لهاد الزجاج البنات اللي كنقول لكم راه فيه سليكات، هو هذا شفتي كي داير، يعني لا قدر الله الله يسر لا طاحت شي حاجه يعني ما غاديش يتشتت عليك. شوفي كيفاش داير فيه هاد السلوكه اللي كنقول لك هنايا باش الماء ما كيدخلش. وبالنسبه كيفاش دايره هي كما كتشوفيها، يعني مجال سامبل. علاش؟ على قبل الماء ما يبقاش لك الفوق ديما كيهبط. البنات هنا راه كنتمشى يعني الفوق تما فين قلت لك راه زايدين هذوك البريكات. هذيك السيده اللي كانت بارطاجات معايا هذيك الكليسه ملي هي دارتها بحال هكا بالضويه، كانت دايره قبل ما تشوفها عندي. غير هي قالت لي شوفي كيفاش دايره عندي، يعني علاش كتدخل عندي الشتا. يعني هي ما زايدينش ليها هذوك البريكات اللي انا كنتمشى فوق منهم، يعني ما زادوش هذيك شويه ديال الضاله كما كنقولوا. وتما درنا الزليج علاش البنات؟ باش تما يحبس لينا ما يدخلش لينا الغمال كما كنقولوا، كيحافظ لينا على هذاك القبص اللي درنا. وشوفي معايا شحال الغبره كتكون، يعني شحال الغبره قابطه ليا، راه ما نعاودش لك شحال شطبت فيها ومسحتها. راه درتو فيا حتى الخير اختي طلعت ليها مسحتها تما. ولكن قبل ملي كتكون الشتا، قبل من يعني ملي كيبدا يدخل البرد وغادي يطيح الشتا، ضروري كنطلعوا نشطبوها باش ما تخنقش لينا القادوس. فهمتوا؟ ها انتم غادي نوريكم القادوس وغنوريكم كل شيء. ها انت شوفي هذا الزاج كما كتشوفي، يعني ما فيش هذوك الحديدات كما كاينين الفوق في هذيك الزاجه وغليظه البنات. شفتي ها هي اختي الضوايه من الفوق كيفاش كتتبان. وشوفي ها هما السريجمات كاملين اللي دايرين بالالومنيوم، يعني راه كلها سريجمات. فهمتِ علاش هي مهوية وزوينة أختي؟ يعني في وقت البرد أختي راه ما نقولش لك شحال تتسمعي داك الصوت شحال زوين. أما في وقت الصيف أختي راها مبردة كما قلت لك، كاينة شوية السميشة، ولكن راه غادي نعاود نصورها معاك وتشوفيها ملي كتمشي السميشة كيفاش كتكون مبردة أختي. ها أنتِ أختي، ها أنتِ تمنيتِ يكون يعني شرحت لك على قدر المستطاع اللي أنا عارفة. وهاد البلاصة البنات هي علاش كاين هنا فين كما كتشوفي هذا هو القادوس اللي كيهبط فيه الماء، هو اللي هابط مبرونشي مع داك الحيط اللي كيبان لك كامل هابط حتى لتحت. هذا هو القادوس، ضروري ملي كتقرب شتي وطيح كنطلعوا نشوفوه. اما دابا كنت غادي نخليها كل ما قلتيش ليا اختي بارطاجيها معايا، حيت بيني وبينك ما كنطلعش ليها انا، ولكن على خاطرك انا طلعت ووريتك اختي كيفاش كاينه القضيه كاينه الفوق. راه هما دوك الزليجات البنات اللي شفتي تما زدنا، يعني كتمشي عادي في الفوق. بالنسبه ديك الاخت لا، يعني هذيك الضوايه لاصقه لها مع ما عرفتش انا كيفاش داروا ليها لاصقه مع الحيط، يعني ما كاينش كاع فين دوز ولا تشطب ولا تشوف. هذاك الشيء علاش كيدخل الماء البنات كيتسرب الماء كاع بزاف، يعني هذاك الشيء علاش. وبالنسبه غتقولوا لي كاينين الجيران، انا جيراني اختي الله يعمر لهم الدار، راه حنا متفقين اختي. هنايا راه كنطلع ملي سمعتني كنشطب هي اللي لوحت ليا يعني شاصيه حاشاكم فاش ندير لابوبيل وهذاك التخربيق كامل اللي كاين تما. يعني حتى هما عاونوني في الفكره ملي بغيت نصاوبها الحمد لله. غير هي كما قلت لكم نوصيكم ما ديروش ليها الضاله، وديما اختي ضربوا حتى على الجيران ما يهبطش ليهم الماء. ماشي نتيا اختي تكوني هانيه والجيران هابط عليهم الماء، لا اختي. ها فين غادي تفكري ليا، يعني الماء هو اللي كينصعي في هذا الشيء كامل، هو الميل. اما هاد التخربيق ديال كيفاش ديري الضوايه ولا كيفاش ديري لها الديزاين راه ساهل البنات. البنات راه صعيب عليك باش يكون الماء كيدخل للدار. راه كنت تشوفي هذيك السيده اللي بارطاجات معايا والله تتندمي تقولي بلاش اختي عليا هاد الضوايه. وشوفي اختي ملي مسحتها كي ولات كتشعل، ولات زوينه. راه غادي تشوفيها معايا حتى لتحت كيفاش عطات الضوء كتر. يعني كما بغيت نقول لكم الضوايه كتكون مهويه وكتكون مضويه وكل شيء. اما بالنسبه للضاله البنات ما نصحكمش بها. وشوفي من بعد ما تمسحات كما قلت لك شحال عطات ديال الضوء زوين. وهنايا اختي راه كانت هبطات الشميشه، راه غتردي البال الساعه ما عادش كنت صورت معاك وما عادش كملت معاك الفيديو، يعني حيت طلعت مسحت وصورت معاك تعطلت واحد شويه.
وشوفي يعني ما بقاش الشمس غبرات وبقى هذاك البريده اللي كتدخل كتبقى زوينه. قلت لك والله العظيم الا استفدت منها بزاف كثار ملي كان عندي لاكور. لاكور راه للتهويه البنات، ولكن انا ما سديتوش وما عندي حتى مشكله يعني من ناحيه حتى شي حاجه، حيت باقي مهوي وكله سريجمات كما قلت لك، وعطاني حتى اتساع في الكوزينه كما بغيت نقول لك اختي الحبيبه. ونتمنى يكون الشرح وصلك وتستافدي كثر. حتى الا كان بعد تساؤلات مرحبا كما كنقول لكم، والف مرحبا. وكيف ما ديما في الاخر الفيديو كنبغي نشكر المتتبعات ديالي بزاف ومن القلب، وبالاخص واحد السيده تواصلت معايا من ايطاليا عجبها المحتوى ديالي، كنقول لها شكرا لك بزاف وليا الشرف الفيديو وصلت لايطاليا اختي. وحتى انت الحبيبه ديالي لاول مره كتشوفي المحتوى ديالي، ومن طبيعه الحال كما ديما كنقول لك الا عجبك المحتوى ديالي وعجباتك اختي العفويه ديالي من طبيعه الحال، كنقول لك انضمي لينا، راه حنا هنا صحابات يعني تنتقاسموا كاع الاراء حتى في التعاليق. وحتى لهنا غنقول لكم الله يعاوني ويعاونكم، تهلاو بصحيحتكم، ما تنساوش صلاتكم.